قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ بقالنا كتير قوي ما نزلناش فيديوز. فالنهارده هنبدأ مع بعض سلسلة تعمل ايه لو لسه ما بدأتش. اول فيديو هيبقى يعني بيتكلم عامة عن كل المواد او ايه الخطة الجاية. ماشي، بعد كده هينزل بقى يعني يوم او يوم لأ فيديو لكل مادة. اوكي، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان تتأكد ان هتتفرج على كل الفيديوهات اللي جاية. اوكي، اول حاجة كده، انا مش هقولك ايه اللي منعك انك تبدأ، ولا هقولك مالك، ولا هقولك انت حاسس بايه. انا عارفة انك خايف ومتوتر ومش فاقد الشغف، انت مرعوب اصلا انك تبدأ وما تلحقش. والسؤال اللي بيجي ببالك لو بدأت دلوقتي هلحق ولا لا؟ طب لو بدأت دلوقتي ربنا هيساوي ما بيني وما بين اللي بدأ من اول السنة؟ طب انا اعمل ايه؟ طيب ده منهج كامل، هما اللي بدأوه من شهر 8 انا هخلصه في شهر واحد. كل ده احنا هنتكلم فيه مع بعض في الفيديو ده. اول حاجة كده، صلي على النبي، استعين بالله، ادخل كده خد شاور، نزل كل اللي عليك. يعني ايه نزل كل اللي عليك؟ يعني هدي توتر، هدي الضغط، هدي كل حاجة عليك، نزلها وهديها. تمام، وابدأ اتعامل مع نفسك بالراحة. بس هو فاضل شهرين، هتقعد تعيط لي على اللي فات وانك ما بدأتش؟ هتضيع الشهرين اللي فاضلين. فكرة انك تأجل او فكرة انك تقسم السنة فكرة في منتهى الفشل. تمام، انت لو بدأت دلوقتي وضغطت على نفسك ضغط تمام هتلحق. تمام، طيب اعمل ايه بقى لو انا لسه ما بدأتش؟ اول حاجة عندك حلين. الحل الاول ان انت تتفرج على الشرح التفصيلي، بس ده هيكون صعب شويه لان انت هتعد محاضرات كل ماده وهتقسمها على 20 25 يوم، بالكتير 30 يوم يا عم، اللي هو شهر 4. تمام، ومراجعتك هتبدأ من شهر 5. فانت كده هتراكم عليك المراجعة، يعني عشان المراجعة اصلا هتبدأ من 15/4 يعتبر. ماشي، فانا ما بحبش الحل ده. الحل العملي اللي انجز مع ناس كتيرة جدا في دفعة 24 وجابوا 85%، واللي طلعت الاولى على ادبي واللي واللي واللي. فهنمشي مع بعض على الحل ده، اللي هو هتشوف المراجعات اللي نازلة كلها او المعسكرات او الورش او المراجعات بتاعت السنة اللي فاتت اللي نازلة على يوتيوب. كل الكلام ده هيفيدك جدا. هتمسك لي المنهج كله، مثلا هنتكلم الكيمياء هتمسك لي منهجها كله، تشوف لي كام. مثلا انت مثلا بتتفرج على خالد صقر، تشوف منزل مراجع على يوتيوب ولا لا السنه اللي فاتت، وتمسك تشوفهم كام فيديو يخلصوا معاك بقد ايه. ماشي، مستر عبد الله الحبشي منزل على يوتيوب المنهج كله مجاني. تمام، هنمسك برضو المراجعه بتاعته مثلا لو انت كيمياء برضو، هنشوف كام فيديو. مثلا هنقول 10 فيديوهات المنهج كله، هنقسم ال10 فيديوهات دول. اليوم انت هتذاكر فيه فترات مش مواد. يعني ايه؟ هنقسم اليوم فترات ما بين الصلوات، يعني من الفجر للظهر دي جلسة مذاكرة. هتاخد بريك في النص، مثلا ممكن تذاكر ساعتين وتاخد بريك ومش عارفة ايه. لا، كل المطلوب منك دلوقتي انك هتقسمه على الصلوات. من الفجر للظهر دي اول جلسة مذاكرة. تمام، عايز تقعدها بقى متواصلة تاخد بريك في النص اللي يريحك انت ودماغك. تمام، تاني جلسة مذاكرة من الظهر للعصر، وتالت جلسة مذاكرة من العصر للمغرب، ومن المغرب للعشاء بريك كامل. تمام، طيب هتقولي ودروسي؟ هقولك انا شايفة من وجهة نظري انا انك تقعد. انت خلاص، انت لو بتنزل لغاية دلوقتي سنتر وانت اصلا ضايع، فانت بتضيع على نفسك اكتر. انت تقعد ومعاك منصاتك، معاك يوتيوبك، الدنيا هتتلم. تمام، اول حاجة عشان انا توهتك مني انك هتستعين بالله. تمام، تاني حاجة هتكتب عدد محاضرات كل مادة. تالت حاجة هتقسم عدد محاضرات كل مادة على 25 أو 20 يوم، أو بص أقصر فترة يعني اللي هو أقصر فترة ممكنة. أوكي، تقدر تلم فيها. تمام، انت تذاكر 3 مواد في اليوم، غيرك بيذاكر مادة بالعافية، غيرك بيذاكر مادتين، غيرك بيذاكر 4. فأنا عشان كده مش عايزة أحطلك جدول حازم يعني. أوكي، فانت هتشوف عدد محاضرات كل مادة، بتاعة المعسكرات، بتاعة الورش، بتاعة المراجعات، مش الشرح التفصيلي. وهي هتلم معاك لانك هتشوفها وهتحل كتير. الاهم من الشرح الحل الكتير. تمام، هتشوفها اللي هو انت فاهمها كويس جدا وهتحفظها كويس جدا وهتحل كتير جدا. فانت كده تدخل الامتحان تقفل بصباع رجلك الصغير اصلا. تمام، فانت دلوقتي هتشوف كام عدد المحاضرات بتاع المعسكرات او الورش او المراجعات، هتقسمها على اقل وقت انت ممكن تتخيله. انت تقدر تخلص المنهج كله في 20 يوم، تقدر على فكرة والله. انا واحده صاحبتي والله العظيم هي حاليا في طب بشري، والله 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 خلصت الانجليزي كله في 3 ايام. عملت يوم للكلمات ويوم للجرامر ويوم للقصه والسكيلز والحل اصلا. فانت تقدر تخلص المنهج كله
وهجاوبك دلوقتي على سؤال لو بدأت هلحق قسما بالله والله العظيم ما بقولك كده عشان خاطر احفزك، ان شاء الله معاك اتحفزت تمام، ولكن قسما بالله هتلحق وحياة رب الكعبة هتلحق. تمام. طيب انا حاليا تايه وخايف ومش عارف ابدا ازاي. انا قلت لك هتبدا ازاي، وان شاء الله بعد بكره هينزل لك فيديو عن ماده. انتوا اللي هتقولوا بقى في الكومنتات الفيديو بتاع الماده اللي جايه. شوفوا انتوا عايزين ماده ايه والاغلبيه هعمله. اوكي كده كده هعمل كل المواد، بس يعني اول فيديو اختاروا، يعني شوفوا انتوا الماده اللي انتوا عايزينها اهم ماده بالنسبه لكم ايه، وابدأ ما توقفش وما تيأس. ولو بدأت دلوقتي هتلحق. سيبك بقى من اي مدرس ولا من اي حد يقولك اجل مش هتلحق، انت لو ما بدأتش يبقى انت ضايع وانت وانت وانت. لا ابدأ وهتلحق وهتوصل، ولكن تستعين بالله، نيتك صادقة لله. عليك وعلى قيام الليل بقى، قيام الليل وصلاة على النبي كتير 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 كتير. يومك كله عبارة عن نوم، اكل، عبادة، مذاكرة بس. ما تقوليش بقى ولا خروج ولا نزول ولا حتى البريك بتاعك اقعد صلي فيه، او حتى اقعد مع اهلك بلاش. يعني تبوظ نفسك بقى او تبوظ دماغك بالسوشيال ميديا، واحنا اصلا ما صدقنا ان احنا نبدا نرهد. عارفه ان انا طولت عليك، ولكن اخر حاجه هقولها لك، سيبك من اي حد يقولك ان ربنا عمره ما هيساوي ما بينك وما بين اللي بدأ من اول السنه. اوكي، عشان هو اولا مش ربنا عشان يقولك كده، ثانيا ربنا بيساوي بالمجهود والتعب، مش بالمده. يعني انا اعرف ناس عملت مجهود في شهر، اللي بدأ من اول سنه ما عملوش. تمام. فربنا بيديك على قد نيتك، بيحاسبك على نيتك. فانت ونيتك بقى ظبط نيتك، قيام ليل، صلاة على النبي، مذاكرة، وكله هيبقى زي الفل. وانا معاكم، واللي محتاج اي حاجة يبعتلي. وما تنساش تدخل قناة التليجرام وجروب الواتس عشان هينزل عليهم كل جديد برضو. وبس كده، باي.